أولى معارك الحرب العالمية الأولى، ونتج عنها نصف مليون ضحية. إنها معركة المارن الأولى في سبتمبر 1914، وتحديدا بعد غزو ألمانيا لبلجيكا وفرنسا وفق خطة عرفت بخطة شليفن. كانت الجيوش الألمانية على بعد خطوات من باريس، وبدت فرنسا على وشك السقوط. حينها قاد الجنرال الفرنسي جوزيف جوفر القوات الفرنسية والبريطانية في هجوم مضاد على نهر المارن الفرنسي، فيما وضع الحاكم العسكري لباريس جوزيف جيليني قواته بوضعية قتال استعدادا لمهاجمة الجناح الأيمن للقوات الألمانية المتقدمة. وعلى مدى 6 أيام من القتال العنيف تمكن الفرنسيون من وقف التقدم الألماني، وتلقى الجنود الألمان أوامر بالانسحاب، ليبدأ بذلك ما وصف بالانسحاب الكبير، حيث أجبرت ألمانيا على التراجع لمسافة 50 كيلومترا. المعركة التي اعتبرت البداية الحقيقية للحرب العالمية الأولى تركت وراءها 260 ألف جندي ألماني بين قتيل وجريح، بينما بلغت الخسائر الفرنسية 250 ألف جندي. أما البريطانيون فخسروا أكثر من 12 ألف جندي.